بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بهنئ جميع الطلبة طبعا بانتهاء العام الدراسي وبداية بقى امتحانات المرحلة الإعدادية. غدا إن شاء الله أول يوم في الامتحانات. طبعا بقول لكم شدوا حيلكم وإن شاء الله دايما موفقين وتجيبوا درجات عالية. حابب بس اتكلم بس على كم حاجة كده احنا عاملينها في الجروب تشجيعا و لتسهيل اعمال المراجعة وتحفيز الطلبة على الدراسة. احنا عاملين مسابقتين. المسابقة الاولى ان احنا هنعمل مجموعة من الاسئلة يوميا الساعة 10، واللي يكسب الاول اللي يجاوب على الاسئله دي الاول اجابه صحيحه هيفوز بجائزه رمزيه احنا عاملينها كده عباره عن 10 جنيهات. عاملين برضو مسابقه تانية الاسئله المتوقعه. الاسئله المتوقعه دي ان هنحط في بوست معين لكل ماده تحتها تكتبوا الاسئله المتوقعه واجابتها الصحيحه، نموذج الاجابه الصحيحه اللي انتم متوقعينه. يعني لو انتم متوقعين سؤال معين في ماده معينه هيبقى في بوست موجود للماده دي تكتبوا السؤال وتحتيه الاجابه. برضو لو جه في الامتحان هتكسب 10 جنيه جايزة رمزية. الهدف العام بقى من المسابقات دي ايه؟ الهدف العام ان ممكن اولا تحفيز الطلبة والطالبات على موضوع المراجعة والدراسة بجد، يبقى دراسة المواد العلمية بجد واجتهاد. حاجة تانية ان ممكن تراجعوا الاسئلة المهمة. يعني دايما بتبقى الاسئلة المتوقعة دي بتبقى الاسئلة المهمة وبتبقى متوقع انها تيجي، لانها بتبقى الناس اللي درست كويس المادة بتبقى عارفة ان الاسئلة دي متوقع ان هي تيجي، لانها بتاخد حيز مثلا من المنهج او واخده حيز من الدراسة، فاكيد بيبقى من واقع الخبرة الدراسية ومن واقع كل اللي بيدرس اكتر، كل اللي بيتوقع اسئلة بتبقى توقعه للاسئلة بتبقى بصورة اكتر. فاحنا بنعمل المسابقتين دول بصورة يومية. يبقى في مسابقة لأسئلة هيتم الإجابة عليها بصورة صحيحة، اللي يجاوب الأول ياخد الجائزة الرمزية دي. تاني حاجة الأسئلة المتوقعة لكل امتحان ونتناقش فيه تاني يوم الامتحان اللي جاي. يعني طبعا اتمنى ان تكون المسابقات دي تدي حافز اكتر لمذاكرة المواد، وتكون حاجة بسيطة كده احنا بنقدمها عشان نحول الفيس الى الاداة التكنولوجية دي، نحولها الى اداة مفيدة للطلبة، وده الهدف اللي احنا بننشده. شكرا يا جماعة وبالتوفيق ان شاء الله. مش عايز اضيع وقتكم وربنا يوفقكم ان شاء الله، واتمنى من كل قلبي انكم تحققوا درجات كبيرة وتحققوا اللي انتوا عايزينه ان شاء الله يا رب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.